السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم فطائر مالحه وحلوه بعجينه وحده، كيجيو لذاذين بزاف ومقرمشين. كنتمنى انكم تسجلوهم عندكم لشهر رمضان ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها، فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد فضلا منكم وليس امرا. كأول خطوة غادي نحضر الحشوة. غادي نحتاج في الحشوة الاولى كمية من السبانخ مقطعة صغيرة، بصلة مقطعة صغيرة. والحشوة الثانية غادي نحتاج فيها بصلة مقطعة مربعات صغيرة، الفلافل مشكلة الاخضر والاحمر كذلك مقطعين مربعات صغيرة. غادي نوضع الحشوة الاولى فوق نار متوسطة، ثم غادي نضيف زيت الزيتون ما يعادل ملعقة كبيرة ونصف، الملح على حسب الذوق، قليل من الإبزار، تحميرة اللي هي البابريكا، الخرقوم أو الكركم، ثم غادي نشحر هاد المكونات جيدا. يمكن لكم كذلك تضيفوا في هذه المرحلة صدر الدجاج أو الكفتة، كيبقى لكم الاختيار. أنا غادي نستعمل التونة. غادي نوضع الحشوة الثانية فوق النار، ثم غادي نضيف زيت الزيتون ما يعادل ملعقة كبيرة، الملح على حسب الذوق، قليل من الإبزار، وغادي نشحر هاد المكونات مع بعض. هاد الحشوة غادي نضيف ليها الجبن من بعد ان شاء الله. حتى كطيب هاد الحشوة وكتبرد مزيان، ثم غادي نضيف ليها الجبن. غادي نخلي الحشوتين يطيبوا في نار متوسطة ونمروا لباقي المراحل. بالنسبه للعجين غادي نستعمل العجين المورق او لا بات فويتي. بالنسبه لاباط فويتي حطيتها في المنزل، عندي هنا ما يعادل 700 غرام. غادي نقسمها الى 3 قطع كما غتلاحظوا. بالنسبه للعجين المورق كيجي رائع جدا وناجح. الى عجبتكم الفيديو وحبيت نشارك معكم طريقتي، كنتمنى انكم تكتبوا لي في التعليق. من بعد ما قسمت العجينه الى 3 قطع، غادي نحتفظ بالقطعتين حتى وقت الاستعمال. هذا هو الشكل ديال العجينه، كيجي مورق. ثم غادي نستعمل القطعه الاولى، غادي نبسطها مزيان بالمدلك كما غتشوفوا. غادي نبسط جيدا كما غتلاحظوا. بالنسبه للسمك يكون رقيق. المورق من بعد ما بسط العجين المورق غادي نوضعه في صفيحه الفرن مفروشه بورق الطبخ كما غتلاحظوا. غادي نوضع الحشوه في الوسط، غادي نبسطها شويه، ثم غنضيف التونه،
كما ذكرت من قبل يمكن لكم تضيفوا الكفتة او صدر الدجاج او كذلك صدر الديك الرومي، فالحشوة كتبقى اختيارية ولكن بالتونة كتجي لذيذة بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. ثم غادي نضيف الجبن الاحمر، القليل من الزعتر، ثم غادي نلف الطرف الاول من العجينه على الحشوه وكنضغط مزيان. غادي ندهن بقليل من اصفر البيض، ثم غادي نلف الطرف الثاني من العجينه حتى كتغطى الحشوه جيدا. من بعد غادي نضغط مزيان، غادي ناخذ السكين وغادي نقطع العجينه على هذا الشكل. بالنسبه للطريقه ديال التقطيع كتبقى على حسب الرغبه. بالنسبه للقطع قطعتهم شويه صغار كما غتلاحظوا، ثم غادي نعمل فتحات بالسكين بهذه الطريقه. في هذا الاثناء شعلت على الفرن، ثم غادي ندهن الفطائر باصفر البيض اللي ضفت ليه القليل من الخل وخلط جيدا. ثم غادي نزيل الفطائر بالقليل من البافو اللي هو الخشخاش، يمكن لكم كذلك تضيفوا السمسم. ثم غادي ندخل الفطائر للفرن. بالنسبه للنار كتكون مهيله من التحت حتى كيبداو كيتنفخوا، من بعد كنشعلوا النار من الفوق كذلك ونخلي الوقت الكافي للفطائر باش كيطيبوا وكياخذوا اللون الذهبي وما نزربوش عليهم. بالنسبه للقطعه الثانيه من العجين المورق بسطها كذلك على هذا الشكل، ثم غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا وغادي نقطع الى 3 شرائط كما غتلاحظوا. من بعد غادي نقطع الى مربعات متساويه. يمكن لكم تقطعوا الفطائر باي طريقه حبيتوها، انا فقط بغيت نشارك معكم طريقتي. بالنسبه للحشوه خليتها حتى بردات مزيان وضفت ليها الجبن، استعملت شبلي، يمكن لكم تستعملوا اي نوع حبيتو. كنوضع على قليل من الحشوه في الوسط، ثم الجبن الاحمر، ثم كنجمع اطراف العجينه وكنضغط مزيان كما غتشوفوا. من بعد كناخذ الشوكه وكنضغط على الاطراف جيدا بهذا الشكل. غادي نشارك معكم ثانيه، غادي نوضع قليل من الحشوه ثم الجبن الاحمر، غادي ندهن بقليل من اصفر البيض، يمكن لكم تستغناو عليه. كنجمع الاطراف كما غتشوفوا وكنضغط جيدا، من بعد كنضغط كذلك بالشوكه. نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. ثم غناخذ اصفر بيضه وغادي ندهن الفطائر. كنتمنى انكم تجربوا حشوه السبانخ بالجبن، كتجي رائعه جدا. غناخذ الشوكه وغادي نعمل بها فتحات فوق الفطائر كما غتلاحظوا، ثم غادي نضيف الجبن الاحمر وغادي ندخل الفطائر لفرن ساخن من القبل. بالنسبه للنار كتكون مهيله من الفوق والتحت حتى كيطيبوا الفطائر وكياخذوا اللون الذهبي. بالنسبه كذلك القطعه الاخيره من العجين المورق بسطها على سمك يكون رقيق،
ثم غادي نضيف لا كريم باتيسير اللي حضرتها من قبل وخليتها حتى بردات مزيان. كأس من الحليب، ضفت فيه ملعقة كبيرة ونصف من سكر حبيبات مع ملعقة كبيرة ونصف من بودرة لا كريم باتيسير، وضعت الكل فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى عقد الخليط. ثم ضفت على لا كريم باتيسير حبيبات الشوكولاتة نوعية جيدة، ثم غادي نلف اطراف العجينة على الحشوة كما غتلاحظوا، وغادي نقلب للجهة الثانية وغادي نضغط مزيان. غادي ندهن باصفر البيض كذلك اللي ضفت ليه القليل من الخل، ثم غادي نقطع على هذا الشكل نفس الشكل اللي حضرت في الاول ديال الفطائر المالحه. ثم غادي ناخذ السكين وغادي نعمل فتحات بهذه الطريقه. من بعد غادي ندخل الفطائر لفرن ساخن من القبل بالنسبه للنار من الفوق والتحت وتكون مهيله، ونخليو الفطائر يطيبوا على الخاطر. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر المالحه والحلوه اللي شاركت معكم. جاو لذاذين بزاف ومقرمشين من الداخل والخارج. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم لانهم كيستحقوا التجربه. وبالنسبه كذلك الفطائر الحلوه جاو لذاذين بزاف ومقرمشين، زينتهم قليل من سكر بودره. كنتمنى ان هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.